عملت بقى القطايف في البيت من اول العجينة لحد السرفيس اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم من كوبايتين ونص دقيق هيعملوا لي طبقين كبار من القطايف. طبعا كيلو القطايف دلوقتي ب50 جنيه، فحرام بقى احنا نشتريه بالمبلغ ده. كوبايتين دقيق في الخلاط هيعملوا لك البيت قطايف. جبت كوبايتين ونص من الدقيق على كوبايتين ونص من المية، وحطيت خميرة معلقة صغيرة ممسوحة، وحطيت من نص معلقة من البيكنج باودر، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة نشا. هضرب الكلام ده كله في الخلاط. اهم حاجة يتضرب في الخلاط كويس قوي علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات كده. وبعد كده هسيبه يخمر من ساعة لساعتين. انا سبته ساعتين بقى عامل زي الفوم كده، بصوا كده بقى خمر وبقى تمام قوي. جبت الصينية الجرانيت بتاعتي، احسن حاجة استخدمتها هي الصينية الجرانيت. جبت الصينية الجرانيت كده ولعت عليها النار، سخنت النار جدا. بص بقى دي عملتها كبيرة، هعمل كل الاحجام بقى، يعني تشكليها على مزاجك، تعمليها صغيرة عصافيري، تعمليها وسط، تعمليها كبيرة، الموضوع في ايديكي. اول حاجة النار بتبقى عالية، وبعد كده بنهدي عليها النار علشان تستوي كويس، يعني ايه ما تلاقيهاش ايه اتحرقت من تحت وهي لسه نية. بصوا بقى الجمال، بدأت بقى تعمل البابلز ده. وبعد كده ده هيتحول بقى ايه للتخريمه بتاعه القطايف بقى اللي احنا بنموت فيها. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما بعملها يعني بناكل نصها، اصلا بناكل نص الكميه عجين يعني كده، من غير ما نحشيها ونحمرها وشربات والكلام ده. عايزه اقول لكم بقى ان انا عامله الشربات قبلها بيوم. عملت كوبايتين سكر على كوبايه ميه، غلو غلوتين كده، ورحت عصر عليهم نص ليمونه وكيس فانيليا. صوتك يا بنت، صوتك بس. واشيل اللي خلص وبحط غيره. كمية ما شاء الله كبيرة جدا. كان عندي كده كبشة صغيرة بصب بيها. ممكن تحطي الخليط كده في ازازة الماء المعدنية وتخرميها من فوق. بصوا بقى الجمال بقى يا جماعة، مفيش ولا واحدة فشلت، كلهم ناجحين. عجينة ناجحة 100%، وهتعملك كمية فظيعة. انا بتهيألي ده اكتر من نص كيلو. بص بقى الاتنين الكبار اللي انا عملتهم دول كانوا ايه بقى، يعني بصوا الواحدة قد ايدي كده، كلهم صغيرين صغيرين. عايزة اخلص العجينة بقى، العجينة ما شاء الله كتيرة جدا، رحت عاملة اتنين كبار كده خلصوا لي العجينة. هنحشي بقى كده اي حاجة عندك، زبيب، جوز هند، سوداني. بصوا بقى انا عايزة اوريكم هي بتقفل ازاي، عشان لسه فريش وطازة، وعلشان معمولة صح، ولا هتفك منك في الزيت ولا اي حاجة خالص. سخنت الزيت، اول ما اتقدح كده رحت نازلة بالقطايف. سهلة جدا، مش مكلفة خالص، هو بس السكر هو بس المشكلة. لكن غير كده طبعا احنا مش طول رمضان بنعمل حلويات يعني، بس ايه يعني اول رمضان كده بيبقى ليه بهجة كده، عايزين نعمل اي حاجة حلوة. فعملت لهم النهاردة قطايف في اول يوم. بصوا الجمال يا جماعة، والله اللي بتشتريها من بره بتبقى يعني الهوا بقى منشفها، ما بتقفلش كويس، بيبقى فيها عيوب قد كده. لكن بصوا الجمال بقى، بصوا اللون الذهبي الجميل. هنصفيها بقى ونطلعها على الشربات التقيل على طول. شربات ساقع تقيل، شرط اساسي يكون الشربات ساقع وتقيل. وقلنا كوبايتين سكر وكوباية مية. اول ما يغلو نعصر نص ليمونة وكيس فانيليا، وخلص على كده يبرد ونحطه في التلاجة. انا بحب اعمل كمية واشيله في التلاجة، يعني ممكن نحط 4 كوبايات سكر على كوبايتين مية، يبقى عندك في التلاجة تعملي تعملي كنافة، تعملي قطايف، تعملي صوابع زينب، بلح الشام، اي حاجة من الحلويات الشرقية دي بتبقى عايزة شربات تقيل. بصوا بقى الجمال، ما شاء الله الكمية كانت جميلة جدا. ده كده وفي سيرفيس تاني زيه. بصوا بقى ناشفة ازاي، عمالة اخبطها في الطبق من كتر ما هي طالعة كريسبي. ورشيت عليها رشة جوز الهند كده وسوداني من على الوش، وكان تحفة.